محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي النهارده. فيديو كده ان شاء الله يعجبكم، يكون بسيط وسهل. عندك حتتين فرخه في الفريزر شايلاهم او سلقاهم مش محتاره تعملي بيهم ايه، تعالي اقول لك النهارده هنعمل ايه. انا لقيت حتتين كده محطوطين في الفريزر مسلوقين، انت عندك مستويين ومش عارفه تعملي، هتعملي برضو الوصفه دي. معايا حله على النار زي ما انتم شايفين كده. فيها ايه؟ فيها ورق لورا، فيها فصين توم مقطعهم كده حلقات، فيها بصلايه وطماطمايه وملح وفلفل زي ما انتم شايفين. معايا بصله متقطعه حلقات كانك هتعملي كشري. معايا فرخه زي ما انا قلت لكم. كل اللي انا هعمله دلوقتي استنى الميه تغلي، هسقط معاكم اهوت اوريكم. نقول بسم الله. الفراخ كده بسم الله، بس كده هسيبها تاخد غلوه وارجع لكم نشوف هنكمل الوصفه ازاي. وتاني حبايبي زي ما انتم شايفين كده معانا صينيه على النار، انزل فيها بمعلقه سمنه. نقول بسم الله. ما نفتش نوطي العين بس كده، نبعد وشنا عن النار خالص واحنا بنحط السمنه حفاظا على نفسنا، ربنا يحمينا جميعا يا رب. هنزل دلوقتي معاكم بالبصله اللي انا مقطعاها حلقات وكرملها. كرمل البصله زي ما انتم شايفين كده. هقلب اقلب اقلب. ممكن تحطي لها رشه سكر او رشه ملح تتكرمل معاكي بسرعه. انا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو هكرملها واشوف اللون اللي انا محتاجاه وارجع لكم نكمل سوا مع بعض. ورجعت لكم تاني حبايبي زي ما انتم شايفين كده. البصله بصلتين كبار، بصله صغير، 5 بصلات صغيرين بالشكل ده. انا مش بحمرها اكتر من كده. معانا الفراخ زي ما انتم شايفين كده. الشوربه يا عيني يا سلام على الصفيان بتاعها. الناس اللي بتقول الشوربه وزفرتها. دلوقتي بقى هننزل بسم الله. فكره جديده، وصفه جديده غير التحمير. نوفر الزيت والسمنه اللي غليوا. الناس اللي بتشتكي من الحاجه اللي غليت، ادي هي وصفه لا نحط في الزيت نحمر ولا في سمنه. ونكرمل كده البصله يا دوبك، مش هتاخد معانا غير معلقه سمنه هي البصله بس. وننزل كده دي الفراخ، هنزل عليهم شويه شوربه وهنزل عليهم حبه صلصه من فوق الوش ودخلهم الشوايه يا دوبك يقعدوا فيها 10 دقايق. وبعد كده هوريكم الشكل النهائي ليها حبايبي. تاني حبايبي زي ما انتم شايفين كده صينيه الفراخ اللي بالبصل المكرمل. شايفين البصل؟ هي 10 دقايق في الفرن والله، واقل كمان تحت الشوايه. يدوبك حطيت عليها الشوربه، اديتها غلوه من فوق تاخد منها الكرمله بتعمل بصل ودخلتها تحت الشوايه. احلى من كده مش هتدوقيه والله العظيم، ريحه وطعم وشكل. اتمنى الفيديو يكون النهارده وصفه جديده وسهله عليكم وبسيطه. اتمنى ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لي لايكات، واستنوني في فيديوهات تانية جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.